حبايبي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما اقول لكم اي حاجه انا طالبه منكم طلب واحد. محتاجه ان انتوا تدعوا لي دعاء بالشفاء، يدعوا لي ان ربنا يشفيني. ده اول حاجه. تاني حاجه عشان ما ندخلش في كآبه وعيط، تعالوا بصوا. عايزه اقول لكم البانيه. اي نعم انا غلطت وقلت لكم انا غلطت في ايه بسم الله. شايفين حاجه كده ايه؟ دلع يا بنات والله العظيم. شوفوا التتبيله بتاعته واللحمه بيضه وحاجه كده ومخروش. سامعين؟ خروشه مقرمش من بره وطري ورهيب من جوه. ودي المكرونه بتاعتنا ودي البطاطس. ده كان فطارنا النهارده. اكله المكرونه والبانيه دي اكله الست المستعجله. بما ان انا النهارده الدنيا بايظه معايا في المواعيد، فعملنا بقى بانيه ومكرونه. واللي يوصل لحد هنا ويعجبه الفيديو يقول ايه البقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والله اكبر. ويعمل ايه؟ شاطره، برافو عليكي. يعمل لايك وسبسكرايب للقناه. اشوفكم فيديو جديد مع عندنا. باي باي. يا مساء الفل، يا مساء الانوار، يا مساء كل حاجه حلوه في الدنيا. حبايبي حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا هعمل بانيه. انا صورت لكم الغلطه اللي غلطتها في البانيه. يعني مش كلنا اساتذه، ساعات بنقع في غلطات كده ما بتبقاش مقصوده، بس من استعجالنا، من تعبنا، من اي حاجه. يعني نسمي الله ونبتدي على طول. بس قبل ما نبتدي تقولي ايه البقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والله اكبر. هتعملي ايه؟ خلطه البانيه. بصي يا بنات، الخلطه دي انا ما برميهاش. بتبقى من البانيه دقيق زي ده انا مش برميه. تعملي ايه يا ميرو؟ اللي بيتبقى يا بحط عليه ميه واربه ويبقى وانقع فيه، احط فيه بانيه تاني او خلطه او اي حاجه انا عايزاها، فراخ او اي حاجه، او بعمله فطاير. المهم ان انا مرموش، لان الحاجه انتوا عارفين انها غاليه، والبهارات والدقيق الحاجه متكلفه، فيعني ايه حرام ان انتوا تدهنوا. طب انت ليه بتحطي كاري؟ انا عايزه اللون بتاع الكاري ده بيفرق جدا. خدوا بالكم اللون ده بيفرق جدا في تحمير البانيه، او في تحمير الاستريبس، او في تحمير الكنتاكي. اللون ده بيفرق جدا يا بنات. طبعا احنا متعودين احنا ما بنحطش بيض ولا لبن ولا زبادي ولا اي حاجه خالص على الفراخ. زي ما انتم شايفين اهوت. انا كده جهزت الخلطه بتاعتي، هحط فيها ملح كمان زي ما انتم شايفين كده اهو. هقلب الكلام ده كله تمام كده بقى تمام معايا اهوت. هسيب البانيه اخر حاجه هعملها عبال ما يفك خالص، وما بياخدش وقت في التقليه في التحمير. هعمل ايه؟ نعمل شويه مكرونه مع بعض. يلا بينا نعملها. عايزه اقول لكم انا غلطت غلطه مزعلاني جدا جدا جدا. بصوا يا بنات، ده البانيه اللي انا كنت عاملاه معاكم يوم ما قطعت الفرخه وخدت الوراك، عملتها كفته وايه وسبت البانيه. طبعا انا قايمه من النوم اصلا تعبانه النهارده جدا ومش قادره اقف في المطبخ، اصلا مش قادره اقف في المطبخ. فقلت طب اطلع اعمل بانيه على السريع. جيت افكك البانيه من بعضه. انا بقول لكم المعلومه دي ليه؟ عشان ما حدش يغلط غلطتي. اتقطم عشان هو متلج وانا سايباه في التتبيله بتاعته، اتكسر في ايدي فبقى حتتين. بعد ما كانت الشريحه كلها كبيره زي ما انت شايفه كده، بقت بقى يعني اقل من النصاص. فانا قلت ان انا اقول لكم عشان ما حدش يغلط نفس الغلطه بتاعتي. يعني شوفي انا جيت افكه من بعضه عمل ازاي، اتقطع في ايدي واتقطم عشان هو متلج. شايفه يعني هو متلج اهو. ده انا عايزه اوريكي بس الفكره ان هو متلج. فلا، طلعوا الحاجه من بدري عشان تفك براحتها. عندك مايكرويف او عندك حاجه جهاز تقدري تفكي فيه، ماشي سيبيها لحد ما تفكي. انما انت لما بتيجي تفكيها غصب عنها بتبوظ كده. فانا حبيت اشارككم بس ايه الغلطه بتاعتي عشان ما حدش يغلط زيي. بصوا يا بنات، بسم الله نبتدي كده ايه الفيديو. انا مش هقطع المقطع دوت لان انا عايزاكم تشوفوا الغلطه اللي انا غلطت فيها عشان ما حدش يشوف يغلط زيي. هنسمي الله ونقول ايه تغذيه صلصه المكرونه. هدي عليها بقى. دي كانت عندي اصلا في الفريزر، فيها بصلها وحطيت التوابل وكل حاجه. هننزل كده بالمكرونه ونبتدي بقى في تحمير البانيه، لاني خلاص المغرب قرب يعني، خلاص ما عادش وقت. نسمي الله ونحطه. اعذروني لو انا صوتي مش عالي النهارده لان انا تعبانه بس شويه، فادعوا لي بقى اللي يوصل لحد هنا او يسمع الدعوه دي، يعني ان انا بطلب الدعاء. ادعوا لي دعوه حلوه بقى من قلبكم كده ان ربنا يشفيني ويشفي كل مريض رب العالمين. نقلبها بقى ونغطي
نغطي عليها ونشوف هنعمل ايه تاني. يلا بينا يا جماعه. كده يا جماعه خلاص نبتدي بقى في تحمير البانيه. الساعه قربت اهيت على المغرب زي ما انتم شايفين اهو. طاسه على النار هنتبله كده. حاولي تتبليه على قد ما تقدري. ثانيه واحده يا مريم. زي ما انت شايفه اهو، جزعيه. التجزيعه ديت هي اللي بتديله الشكل اللي احنا عايزينه. الحمد لله انا انقذت ما يمكن انقاذه في البانيه. اللهم لك الحمد ان مش كل البانيه اتكسر معايا وانا بفكها من التلج، مع ان انا كنت فاكره ان المغرب هيأذن. يعني انا اصلا كان سبب استعجالي ان انا افتكرت ان خلاص الساعه 5:30 مش هلحق بقى ان انا افك البانيه من بعضه، عشان كده هتكسر مني. بس يعني الحمد لله لما فك ما سبتها بقى، لما لقيت لسه بدري على المغرب لقيتها لسه فيها شويه طار زي ما انت شايفه اهو. مجرد بطبطه كده خفيفه عشان تديكي التجزيع. شايفه التجزيع اللي فيه دي اللي انا عايزاه، وارجعي حطها تاني لان التجزيع دي اللي بتديله الشكل اللي احنا عايزينه. نخلص بقيه الكميه وننزل على النار نحمره مع بعض. يلا بينا. ده يا بنات يا بنات يا بنات شكل البانيه. انا عايزه اقول لكم ان الفيديو دوت كل ما اجي اصور فيه مقطع حد يرن، مش عارفه ليه. عايزه اقول لكم شوفوا بقى اللون بتاعه لما الكاميرا بتظبط الاضاءه، اللون بتاعه كهرمان. ده يا جماعه كان فطارنا النهارده، ودي ايد بنتي اللي بتتحط. عايزه اقول لكم شويه مكرونه كده دلع، شويه بطاطس، شويه بانيه، اكله في السريع. بس ايه، دي اكله الست المستعجله. البانيه والمكرونه دي اكله الست المستعجله، بما ان انا النهارده المواعيد بتاعتي بايظه يعني. يلا اشوفكم فيديو جديد مع اميره، واللي يوصل لحد هنا يقول ايه الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والله اكبر. ويعمل ايه؟ لايك وسبسكرايب للقناه. اشوفكم فيديو جديد مع اميره. باي باي.